يوميات الواد بتاع المانيا ابيسود 1. يومنا النهارده بيبدأ في الاشتراك. زي ما انتم شايفين الجو حلو جدا بغض النظر عن المطر اللي ممكن يغرقنا في اي لحظه، الا اننا ما بنصدق الجو يتظبط شويه علشان نستغلها فرصه ونطلع نتمشى في الشمس. والنهارده هيكون معانا الراجل المحترم ده سليم ابن الناس، صاحبي واخويا وحبيبي اللي سمع كلامي وصاب مصر وجي يعيش في المانيا بعد ما فضلت ازن عليه سنين. بصراحه ما اكدبش عليكم، في الاول كنت بجرجر رجله يجي بس يشوف البلد ولو حتى زياره، لحد ما فعلا زارني في 2022 وقضينا اجازه فشخله سوا. وهنا نتعلم ان الزن على الودان امر من السحر، وان اصحابنا بيكون ليهم وجهة نظر اوقات بتكون صحيحة، محتاجين بس نسمع كلامهم من غير بمبكة كتير. نرجع بقى ليومنا اللي بيبدأ مع اللاتيه ميكياتو وسط شوارع المدينة وعلى الحان الستريت ارتس، والصحبة الحلوة اللي من ساعة ما جيت المانيا وهي مكشرة التكشيرة دي مش فاهم في ايه. امال يعني كنت اقعد مكتئب لوحدي؟ هو الصحاب ليها ايه عند بعضين؟ فك وشك يالا. بعد كده قررنا نتمشى شويه في المدينه، وسليم عزمني على جيلاتي من عند فغاو عزه عشان يهون علينا الهوم سيت شويه، ولقيت اخويا الطرش يحيى جاي ياخدني علشان نكمل اليوم على البحر واللي هيكون عليه مفاجآت كتير. الله لا يا جدع فضحتونا ولا السلع اليوم الجامد. اول مفاجاه معانا النهارده انهم ما نسونيش في الفطار وجابوا لي معاهم كرواسون. فوتا كرواسون بتشر زبده. والدلع ده ما بيحصلش كتير فيستاهل ان منشنه. اما المفاجاه التانيه اللي معانا النهارده هي يا الله خير ان شاء الله. ايه ده يا ريم؟ اعزائي المشاهدين، نتواصل الان في مرحله تركيب الكونياك. ها هو بسيوني يحاول ان ينتزع المهندس بداخله من اجل ان يجد طريقه لنفخ هذا الكياك. المهم بعد عده محاولات من فهم الطريقه الصحيحه لاستخدام الكياك، انا كنت شايف ان اول خطوه لازم ننزله الميه وبعدين نشوف هنعمل فيه ايه، علشان كده سرقته بالعافيه وجرجرته على الميه. هو كان في بحر هنا صح؟ البحر راح فين؟ على حظك الاسود جاله جفاف.